السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور رمضان خيري في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن واحد من أهم أدوية التخسيس في الصيدلية. لو أنت بقى بتتكلم أو بتدور على حاجة للتخسيس تسد معاك الشهية وتخليك تسيطر على شهيتك سيطرة كاملة وتقلل أكلك بدون ما تحس بجوع ولا بالنهار ولا بالليل، لو أنت بتدور على دواء تخسيس فيه أكتر من مادة تحرق معاك الدهون بنسبة كبيرة وتساعدك على حرق الدهون الداخلية، هيكون موجود معانا في الدواء اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. لو انت بتتكلم عن دواء فيه فيتامين سي، وطبعا احنا عارفين دور فيتامين سي في التخسيس وكمضادات واحد من اهم مضادات الاكسده. لو انت بتتكلم او لو انت بتدور على واحد من الادويه اللي يكون في ماده فعاله مخصوصه ان هي تمنع امتصاص السكريات من الاكل وبالتالي تقلل نسبه السكر وبالتالي تقلل تخزين الدهون وتساعد كتير جدا في حرق الدهون، مش بس كده، كمان دواء يكون فيه فيتامينات، فيتامين ب وفوليك وفيتامينات كمان تعوض بقى نقص الفيتامينات اللي انت مش هتاخده طبعا لما تقلل اكلك، وتساعدك انك انت طبعا ما تحسش بضعف في الاعصاب او ضعف في العضلات عموما اثناء فتره الرجيم. فده كله هيكون موجود في الدواء اللي هنتكلم عنه النهارده، اعرفكم عليه وعلى طريقه استخدامه وعلى ممنوع على مين ومين ياخده، وطبعا هنعرف كل حاجه عنه. علشان ما نطولش في الفيديو خلينا نبدا ان احنا نتعرف عليه، كمان هنعرف سعره وكل حاجه عنه في الفيديو ده ان شاء الله. لكن في البدايه عايزك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. طيب ايه هو الدواء؟ اسمه ايه؟ الدواء اسمه فتاشي جايد. طبعا في ناس كتير عارفاه. فتاشي جايد واحد من اهم ادويه التخسيس الموجوده في الصيدليه، وهتعرف الكلام ده لما تلاقينا بنتكلم عن المواد الفعاله اللي فيه وبتعمل ايه وليه بنقول عليه واحد من احسن الادويه اللي ممكن تحلم انك تستخدمها او تكون بتدور عليها لو انت عايز تخس في الوزن. زي ما قلنا سد شهية هتلاقي، حرق دهون هتلاقي، مضادات اكسده هتلاقي، فيتامينات هتلاقي، تظبيط مقاومه الانسولين برضه هتلاقي، وكمان منع امتصاص السكريات من الاكل. طيب فتاشي جايد ايه هي اشهر المواد اللي فيه اللي تخليه يعمل كل الحاجات دي؟ يعني هتلاقي فيه هنا جرسينيا كامبوجيا. الجرسينيا كامبوجيا عباره عن مستخلص من النبات، ده بيساعد بنسبه كبيره جدا في سد الشهيه والسيطره على الشهيه وكمان حرق الدهون. هنلاقي فيه كمان ماده الكروم او الكروميوم، الماده دي لها دور كبير جدا في تظبيط مستوى مقاومه الانسولين في الجسم، وكنا قبل كده اتكلمنا عن يعني ايه مقاومه الانسولين، وقلنا ان الخلايا بتقاوم الانسولين ان هو يدخل يحرق السكر او الجلوكوز اللي فيها، وده طبعا بيسبب علو نسبه السكر في الجسم وكمان نسبه الانسولين، لان البنكرياس بيبدا يزود نسبه الانسولين عشان يبدا يحل المشكله دي وما بتتحلش، وبالتالي اصبح عندنا مشكله في مستوى حرق الدهون وتخزين دهون جديده. طيب في ايه كمان؟ في ماده حلوه جدا اسمها جيمينيميا سيلفستر. الماده دي موجوده في دواء اسمه سيلفستر، والماده دي دورها ايه او ايه فايدتها اللي هي موجوده هنا في الفتاشي جايد؟ دورها ان هي بتمنع امتصاص السكريات من الاكل، ودي حاجه حلوه جدا هتساعد كتير جدا على تقليل نسبه السكر في الدم وزياده حرق الدهون بنسبه كبيره جدا. طيب موجود فيه كمان؟ موجود فيه خاصه الشاي الاخضر. طبعا الشاي الاخضر من اهم الحاجات اللي ناس كتير بتستخدمها للتخسيس. اعرف ناس كتير بيعتمدوا على الشاي الاخضر كبرشام او كمشروب ان هو يساعدهم في نظام الرجيم وان هم يقللوا كتير جدا من وزنهم، فموجود في الفتاشي جايد، موجود كمان بنسبه كويسه جدا. موجود ايه كمان؟ موجود طبعا فيتامين سي، وفيتامين سي ليه دور كبير جدا في حرق الدهون وفي ان هو يشتغل كمضاد اكسده يخلص الجسم من الجذور الحره اللي فيه اللي تكون سبب لامراض كتيره جدا. طب لو هنتكلم عن الفيتامينات اللي موجوده فيه، ففيه فيتامين بي 3 وبي 12 وفوليك اسيد كمان. دور الفيتامينات هنا زي ما قلنا ان انت اثناء الرجيم بشكل تلقائي طبعا تقلل اكلك، فبالتالي بتقلل الفيتامينات اللي ممكن تخش جسمك، وهنا هيكون دور الفتاشي جايد ان هو يعوضك عن الفيتامينات اللي انت ما بتاخدهاش طبعا في الاكل. طيب فتاشي جايد علبه 3 شرايط او 30 كبسوله ب 150 جنيه، يعني الشريط ب 50 جنيه. طيب طريقه الاستخدام ازاي؟ طريقه الاستخدام هتكون عشان تاخد افضل نتيجه هتستخدم 3 مرات في اليوم قبل الاكل بنص ساعه او بساعه على الاقل، وده شيء مهم جدا مع كوبايه ميه او كوبايتين ميه. شيء مهم جدا انك انت تستخدمه زي ما بقول لك كده علشان يجيب معاك نتيجه ويجيب معاك مفعول. مده الاستخدام بقى انت ممكن تستخدمه شهر 2 3 4 ما فيش اي مشكله، مش هيسبب لك اي مشاكل، ولكن خلي بالك في ناس ممنوعين ان هم يستخدموا الفتاشي جايد. من الناس دول طبعا اول حاجه مرضى الضغط،
مرضى السكر اللي بياخدوا ادويه كتير او اللي مش مسيطرين بشكل كويس على السكر بتاعهم، فطبعا ممكن يتابعوا نظام السكر لو هياخدوا الفتاشيو جايد، فمفيش اي مشكله. مرضى الكبد ومرضى الكليه والحوامل والمرضعات دول طبعا من الناس اللي ممنوعين من الفتاشيو جايد. برضو اللي اقل من 16 سنه ما يستخدمش الفتاشيو جايد، اللي اقل من 16 سنه. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن واحد من اهم ادويه التخسيس الموجوده في الصيدليه وهو الفتاشيو جايد، وعرفنا بقى كل حاجه عنه، وعرفنا سعره، طريقه استخدامه، وايه هي المكونات اللي فيه، وليه بنقول عليه واحد من اهم ادويه التخسيس الموجوده في الصيدليه اللي هيجيب معاك نتيجه لو انت بتدور على واحد من دواء تخسيس يكون متكامل ويكون فيه حاجات كتير انت بتدور عليها. فهو الفتاشيو جايد ده هيكون واحد من الادويه اللي لازم تحطها في الاعتبار، ولازم تعمل حسابك ان انت تستخدمها كبدايه، او ممكن كمان هو يكفي عن ادويه كتيره جدا، لان زي ما قلنا هو هيكون مثالي في سد الشهيه او انك تسيطر على شهيتك وبدون ما تحس بجوع، علشان تقدر طبعا تكمل في الرجيم. لان طبعا ناس كتير بيفشلوا في ان هم يوصلوا للوزن المثالي بسبب موضوع الجوع ده، وان هم مش بيقدروا يسيطروا على الشهيه. وعرفنا ان فيه مواد ممتازه لحرق الدهون، خصوصا طبعا الدهون الداخليه وتنشيط حرق الدهون. وعرفنا كمان ان في حاجه اسمها جيمينوميا سيلفستر، والماده دي ماده متخصصه في حرق او منع امتصاص السكريات من الاكل، فده طبعا هيفيدنا بشكل كبير جدا في التخسيس. وكمان عرفنا ان في فيتامين سي وفي فيتامينات طبعا هتمد الجسم بالفيتامينات اللي مش هتاخدها طبعا لما تقلل اكلك، وده طبعا مش هيخليك تضعف وانت بتخس. وكمان عرفنا طريقه استخدامه، وعرفنا مين اللي ممنوع ان هم يستخدموا الفتاشيو جايد. طيب علبه فتاشيو جايد زي ما قلنا 30 كبسوله او 3 شرايط ب 150 جنيه، يعني سعر الشريط 50 جنيه. ممكن تستخدمه مرتين في اليوم، ممكن مفيش مشكله قبل الوجبتين الرئيسيتين زي ما قلنا بنص ساعه او بساعه مع كوبايه ميه كبيره. ده شرط اساسي وده شيء مهم جدا لو انت عايز تاخد احسن مفعول من الفتاشيو جايد. يبقى ده كان موضوعنا النهارده وكانت حلقتنا النهارده، عشان ما نطولش عليكم اتكلمنا عن كل حاجه تخص الفتاشيو جايد تقريبا. ولكن لو في برضو حاجه احنا ما اتكلمناش عنها، او حاجه انت شايف ان هي مش واضحه في الفيديو، او سؤال عايز تساله عن الفتاشيو جايد او عن ادويه التخسيس بشكل عام ايا كانت، طبعا انت هتسيب لي سؤال في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله في اسرع وقت. ولو في اي سؤال في اي موضوع تاني مفيش اي مشكله برضو. اهم شيء تكون عملت لايك للفيديو، وما تنساش انك انت تشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني، ولو ممكن تشارك الفيديو لاي حد طبعا مهتم بادويه التخسيس او بيدور على دواء تخسيس كويس يستخدمه من الصيدليه. فالحلقه دي ان شاء الله هتكون مفيده ليه وهتفيده بشكل كبير جدا. اتمنى يكون الفيديو مفيد، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتم وكونوا وضحت كل شيء عن الفتاشيو جايد. اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.